خير. اسمح لي العزيز عطيتك الكلمه. منين يكون هو عنده ناقص في الصالير تما غتكمل، منين تخرج هي تخدم من عندها الحق تخدم. السلام عليكم خويا سليمان. نتمنى السلام عليكم الاخوان الحضور كامل واحد. نتمنى حتى واحد ما يقاطعني وكل واحد الفكره ديالو. الله يجازيك بالخير. نتمنى من الاخت ما تقاطعنيش باسكو راه نتمنى الاخت ما تقاطعنيش. الله يحفظك. انت الفكره تاع قلتيها بغيتي تكمليها كمليها، بغيتي تخليني نقول الفكره. الله يجازيك بالخير. خويا سليمان بعد شكرا على الصعود نتاعك في اللايف باسكو تاع المحتوى نتاعي هكا لا بليبار يعني عندي موضوع اجتماعي وموضوع عائلي ماشي مشكل. انا كنتكلم درك على هذه التجربه، يعني الانسان اللي مزوج، يعني انا راني مزوج وكنهضر بعدا بالاخص المزوجين اللي عندهم تجربه في الحياه. انا كنعرف القوامه اول حاجه كتكون الرجل، والزواج مما الانسان من الاول ما كيدخلش فيه النيه والموده والمحبه ما كاين والو. باسكو علاش ولينا نشوفوا اليوم الراجل مسكين باغي يمشي يتزوج بصح انه خصو يتلاقى مع وحده بحال غادي يبنيو مشروع. انت ما غاديش تزوجي واحد الانسان، يعني كيطلبوا واحد المتطلبات حتى ولاو خلاو الراجل مسكين. الحبيب ديالي دخلني بالحب كرفس بنات الناس معاك. نعم نو كل واحد كيفاش يعيش اخويا. هذاك اللي كرفس، شوف انا ما كنهضرش على اشباه الذكور، انا ما نهضرش على الراجل باسكو الراجل اللي كيقيم بالبيت الزوجيه خويا خصو نو. خويا سليمان والماء والضوء نو غير اسمح لي خويا، حيت حنا نعرفوا في العالم كامل. شوف واش الراجل ما كانش يسيق، اسمح لي الراجل ما يطيبش. حنا نعرفوا لي شاف دو كويزين في العالم هما الرجال، ما كان يدير اي حاجه بصح المراه تكمل الراجل صح. والمراه ربي سبحانه وتعالى عطاها صوره النساء، وسيد النبي عليه الصلاه والسلام عاود تاكين حديث صحيح واش قال اوصيكم بالنساء خيرا الجنه تحت اقدام الامهات. بصح واش هاد الامهات نتاع اليوم خويا العزيز؟ غير اسمح لي خويا سليمان الاول مزيان خويا سليمان معليش قبض السؤال نتاعك ونوطيه كي تبغي نكمل الفكره نتاعي. عطيني كاع واش راه تقول اخويا العزيز. مرحبا. نو ما ندوش المغالطات. الا ندوز المغالطات تقول لا خويا العزيز. علاش انا ما غاديش ندخل لك في عقل ولا ندخل. انا نعرف باللي الراجل كي كيتزوج هو اللي كيمشي يخطب المراه، ماشي المراه اللي تخطبه. حيت الا ولات المراه، انا بعدا ضد المراه تخدم. علاش؟ غادي نقول لك علاش. انا كان الفكره ديالي ما كنهضر حتى على شي اللي بغى يخلي مرته تخدم الله يسهل عليه. باسكو لا ولات المراه تخدم وهو يخدم غادي تولي عقاش. علاش نقول لك اختي المراه اللي كتخدمي وهو يخدم غادي تولي انت فاتيكي. هو تقدري تدخلي روطار تقولي له ما نديرش العشاء حتى راني خدام كيما راك انت كيما راك انت خدام حتى انا راني عيان روح جبنا الماكله ولا سخن ماكلتك. تولي المحاسبه بيناتكم. ها حنا ولينا في هذه المشاكل تاع 2025 ولاو يتزوجوا اليوم شهرين يتحاسبوا يطلقوا. علاش؟ وانا كنعطي الاغلبيه 85% نتاع النساء هما اللي ما كيحافظوش على الازواج تاعهم وكيخرجوا من البيوت ديالهم. نقطه ونرجعوا للسطر. راك تضحك. قول لي خويا سليمان علاش؟ قول لي خويا غادي نقول لك علاش. حيت الا خرج الراجل، حنا نعرفوا رجال في القهوه يقول لك اخويا انا خرجت من الخدمه ريحت في القهوه. علاش؟ يقول لك عندي المراه نقاره وراني كندير حوايجي كلشي. كي تقول له علاش واش يقول لك؟ يقول لك اخويا انا غادي ندخل غادي غير ندابز انا وياها. كي كتسولها واش تقول لك؟ غير تماره في الدار. لا عاوتانك الراجل خصو كيريح، ما يقولش السبت والحد غادي نريح انا ويكاند نريح في الدار ولا باش ننعس. لا خويا خرج مرتك، خرج دير انت وياها شوبينغ، دور انت وياها شي الحاجه اللي تبغيها. يعني كنهضر على الراجل اللي كيكون قوام، والمساواه ما بين الرجل والمراه جامي كتكون الحقوق 1400 سنه اللي تنعطات الحقوق للمراه، يعني عطاو لها ويعني ما بقاتش عبيده. يعني بكري تحررت المراه. بصح يا خويا الكريم الا هي تخدمي حقاش ديجا دوبل ترافاي في الدار تخدمي برا نقسم لك يمين اختي فيزيكمون ما تكونيش مليحه. وسيرتو اللي عندهم اطفال صغار يضلهم من الصباح تحطهم في ليكول حتى العشيه ياكلوا في لاكونتين. واش تريكيبيري العشيه وليداتك ولا غادي ديري الماكله ولا غادي تجهزي راجلك؟ هو راجلك جا عيان دوش وبالعشيه بغى يضمندك البيت الزوجيه تقولي له راني طيبتك وقلت جلبتي وما قدرتش انا عيانه. هاك عاودتك نخالفتي شرع الله يا اختي الكريمه. وانا ما بغيتش نطول ونخلي الكلمه. عندك شي سؤال؟ بلاتي لا شوف. نعم تفضل. بغيتي المراه ديالك ما تخدمش انا ما كنتفق. هذا اختيار شخصي من حقك. من حقك تزوج بمراه ما خداماش. اذا كاين بنات في الديور ديالهم ما خداماش سيروا تزوج بها وجلسها في الدار. اختيار وتوافق بيناتكم بجوج. كاينين بنات كتقول لك انا ما نخدمش. متفق معايا ولا لا؟ متفق معك. زيد. فوالا هذا ما هذا من حقك. اختيار شخصي حتى واحد ما عنده حق يتدخل فيه. واخا اختيار شخصي. انت علاش تزوجت السي سليمان؟ السؤال لك موجه بالضبط. انت كي كتزوج نو غير اسمح لي السؤال لك موجه. نعم السؤال نفسه بنفس الشخص. شوف السؤال نفسه موجه ليك. انت ملي تزوج السي سليمان وكي كتجي انت متعب من الدار خصك كي كتحمم واش كي كتجي واش بغيت تلقى حوايجك؟ واش المراه اللي كمريحه في الدار واش هي اللي ما مريحاش في الدار كتخدم؟ جاوبني بكل
والله عليك وفي هذا البت هذا. قول لي واش المراه اللي كتكون مريحه في الدار وقايمه بالواجبات المنزليه تعرش المراه منزلها، واليوم هاد النساء هما اللي راهم كيبينوا شي نساء ما يبقاش بركاب يخدم عليك وما يعطيكش خرجي من الدار، هذيك ضربوها الحيطان. هي فاشله في الزواج، تقول كانت تزوجت 3 ولا 4 وما لقيتش الرجال. اللي تقول لي ما لقيتش الرجال وما بقاوش الرجال، نقول لها انت ما رباكش راجل، حيت لو كان رباك راجل وكان رباك هو اللي صرف امك تقيم بكم. ما تقوليش هذه الكلمه، انت تعرفتي على الشمايت وجيتي تعمي. وتحياتي لك اخويا سليمان وراني نسمع معك، ماشي مشكل، تفضل. انا عمري ما كنهرم شي سؤال شي واحد طرحو عليا، راه ما كيكون شخصي. انا تزوجت حيت زعرت، تعرفت على المراه ديالي، حبيتها، صبتها انسانه عندها عقل، انسانه واعيه، كنضحكوا مزيان. انا مراتي مصاحب معاها، مزوج هذه 20 عام ولا 25 عام ولا ما عرف شحال، ومراتي كاينين مشاكل بحال جميع الازواج، كاينين. نعم. نهار كندابزو انا وياها، نهار هي ما كتبقاش تحملني وتهضر معايا، انا كنمشي نهار كطلع لي عاوتاني في راسي كنقول الله ينعش دبابه زوج، ولكن كنقولها بيني وبين راسي. فهمتيني؟ متفق معك، هذه الهضره كاينه 100%. زيد كمل. كنقولها لا شي. وانا عندي واحد المبدا في الحياه، عمر مراتي ما نعست غضبانه. هذا تجربه شخصيه، كندابزو كنصالحها في نفس الليله. عمري في حياتي 20 عام الزواج عمر ما خليت مراتي تنعس غضبانه. هذه وقف هنا، هذه تحيه لك. قول لي علاش، حقاش خص ما يكونش. هذه برافو عليك اللي درتها بين الزوجه، بينك وبين الزوجه جامي خصهم يكون في هذيك نص الازواج، حيت الشيطان كيكون بيناتكم. هي دارت الغلط لا ما دارتش، معليش، التنازلات كيكونوا ما بين المراه والرجل. تبارك الله عليك، هذه عجبتني فيها مزيان. هذه حياتك، زيد كمل. فوالا فهمتيك. وعمري ما فرضت عليها شي حاجه ولي، لان علاش؟ لان انا المراه ديالي تصاحبت معها قبل ما نتزوج معنا انسان ماشي منافق وماشي مخادع. المراه ديالي تعرفت عليها قبل ما نتزوج بها، يعني عارفاني وعارفه الفكر ديالي، وانا عارفه شنو كنبغي وعارفاني شنو كنكره. عمري ما قلت لها شنو تلبس شنو ما تلبسش، لان عارفه الاذواق ديالي، وانسانه ملتزمه وعندها اخلاق، يعني مستحيل. غير السؤال تاعي الثاني باش ما يهربليش السي سليمان، الله يجازيك بالخير لو سمحت، باش نعطوا الكلمه للاخوان. دابا اللايف ديالك هذا وانت كتعطي السؤال اللي هو كيفاش. لا علاش انا نستافد انا اللايف ديالي، نستافد نسول السيد علاش اختي انت فين بغيتي تتكلمي. خلينا حنا نسولوك انت ما هو راه عارفين. غير نكمل غير سليمان، غير سؤال ومن بعد اختي سوليني. مرحبا بك سليمان. السؤال الثاني، اسمحي لي اختي، بغيتي تتكلمي ندير ميوت ماشي مشكل، تسوليني مرحبا، ما عنديش مشكل. السؤال الثاني والله عليك حتى الرجال راهم معنا يجاوبونا ماذا بهم، والناس في لي كومونتير. والله عليك خويا سليمان، حاليا في البثوث شكون اللي كيطلعوا يشوهوا بالزوج؟ والزوج اللي كيحكي قصه حياته على الطريق نتاعو بالمساوئ، ولا المراه هي اللي كتحكي على الطريق نتاعها بالمساوئ؟ قول الصح وراه قدام هذا البث نتاعك، جاوبني. نقول لك كلمات حق. عمر نعم امراه ما طلعت معايا وقالت لي صراحه راجلي ما يسواش، راجلي ولد الكلاب فلان وفلان. مؤخرا واحد السيد طلع جبد المراه ديالو، ها عصام حضر، وعصام جبد المراه ديالو بالسميه، وجبد المراه ديالو بانه خانته، بانه شواز سمعه المراه ديالو، ديال الابن ديالو. كاين عصام هذا الشيء هذا ولا لا؟ فهمتي؟ يعني وسيد طلع وعمل لي عليا القديس وانا تحت به بانه مظلوم، وبانه وعصام لحسن الحظ طلع وقال لي سليمان، وقال له فوجا، قال له انت كذاب، وانا طلعت معك في اللايف وكنت. بس انت جبت حاله خاصه اخويا سليمان، انت جبت حاله خاصه. انا قلت في البثوث بالاجماع، انا قلت لك جميع البثوث في التيك توك.